الآن نتوقف مع النشيد الوطني الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام بالفيديو توقيف النشيد الجزائري خلال تتويج بطلة جزائرية في الألعاب الإفريقية بالمغرب. لنتابع الفيديو مع بعض واضغطوا على لايك. شهدت عملية تتويج البطلة الجزائرية منال مكي في البطولة الإفريقية للكاراتيه التي يحتضنها المغرب حادثة غريبة بعد توقيف عزف النشيد الجزائري. وجرت العادة أن يعزف النشيد الوطني للبلد الذي يتحصل على الميدالية الذهبية كاملا في جميع المسابقات الرياضية، إلا أن المنظمين للبطولة الإفريقية أوقفوا عزف النشيد الجزائري في تصرف غير مفهوم. وتوجت البطلة الجزائرية منال مكي بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 48 كيلوغرام أوساط إناث بعد فوزها على المصارعة المغربية. وخلال مراسم تسليم الميداليات عزف النشيد الوطني الجزائري لمدة قصيرة قبل أن يتم توقيفه من طرف المنظمين المغربيين وسط استغراب البطلة الجزائرية منال مكي.